فنية كبيرة. معتزل بدون ما يعلن اعتزاله، غايب بس صوته موجود، وهو الليلة معنا لنسمع صوته ونتذكر معه لبنان اللي راح. هيك عايشين على الصورة القديمة وما بقى عنا صورة جديدة نحكي فيها. أبو سليم، نورت المجهول، والليلة غير كل الحالات. أنا قدامك أكبر المعجبين، ورح كون مهذب ومحترم على غير العادة. تفضل يا رودولف. يا هلا. الفنان القدير الممثل صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم، أهلا وسهلا فيك بالمجهول عبر LBC. حبيبي شكرا. سألت لك كثير، صار لك 3 سنين، صار لك 3 سنين غايب عني يا حبيب قلبي. هلا المقابلة صارت 3 سنين. 3 سنين صار لنا يا عمي. ليش الايام صايرة هيك عم تهرب كثير؟ ليك العمر سريع. بس انا بنبسط كثير بوجودك. تسلم. إلك طلي يعني من عشرات السنين وانا بلاحقك. معلش لو بدنا نقطع حديث الحلقة، في بعض المقدمين البرامج بيتبجحوا بدل ما بيسأل السؤال للضيف وهو بيجاوب وبيحكي أكثر من الضيف. يا خيي أنت بدك تورجينا الضيف شو إمكانياته الفنية وإلى آخره، ولا أنت بدك تحكي؟ إذا أنت بدك تحكي هاي شهادة كبيرة من حضرتك. أنت عندك هالصفات الحميدة اللي بدك تاخذ كل شيء من الفنان هو يعطي إحساسه. يعطيك العافية. طبعا. أستاذ، من 3 سنين قلت لك يا عمرك 91 سنة، اليوم 94 سنة، شو تغير بها 3 سنين؟ تغيرت اشياء كثيرة كثيرة. ما كأنه لبنان، ما كأنه هالوطن بعده وطن مثل أوطان العالم. صرنا ضايعين. كنا نقول نحن محظوظين انه خلقنا بهال 10452 كيلومتر مربع، انه احنا من الناس المحظوظين او الله راضي عنا انه خلقنا بلبنان. بعدنا فينا نستعمل هيدي الجملة ذاتها او لا؟ خلاص حبيب قلبي، هو لأنه لبنان الله خلقه وحب يعطيه لناس يستاهلوه. أعطاه لناس بلشوا عم يستاهلوا، وبعدين تفككوا من التساهل من الاستهالة ومن إلى آخره، وصار كل واحد بقى بده شو يكسب من هالوطن، مش الوطن يكسب منه. هذا اللي صار فينا. رح نحكي بالوطنيات وبالبلد، بس بدي بلش بالفن. قال قبل شوي المجهول أبو سليم معتزل بدون ما يعتزل، مظبوط؟ أيوة. معتزل بدون ما تعتزل. حبيب قلبي أنا ماني معتزل. هلا تجيني عدة أدوار مثلت، بس المشكلة إنه ما بقى في فرقة. ما في فرقة. الفرقة كانوا 12. ما بقى في حدا، ما في غير كان آخر العنقود أسعد اللي هو صهري. فارقنا. بقي هلا شكري وزغلول الاثنين ما بتقدر تعمل فيهم شيء بعد ما عودت الناس على هالمجموعة اللي تعمل مقالب ببعضها. 100%. تعمل هلا عن جديد ما بيزبط. ما في حدا بالعالم كان جروب وحب يغير او ينوع او يسوي ونجح. حتى شارلي شابلن اللي كان زعيم الكوميديا في العالم، لما قالوا له هلا بدك تغير يا صاحبي، لبس الناس ممكن والعطيء وهذا بدك تعمل بقى شخصيه، والسينما صارت ناطقه. كانت السينما صامته. هيدي بقى اجى قال لهم لا، السينما لازم تتم صامته، لانه الفن وخاصه الكوميدي حركه اكثر من هو حوار. اختلفوا وياهم. مزبوط انه الفنان بلبنان بس يكبر شوي بالعمر بيقول لك خلص بلا ما نجيبه، بلا ما نشتغل معه، بلا ما نقدم له عروض، او لا بتضل كل ما يكبر كل ما يجوهر اكثر وكل ما يعطي اكثر. هو مثل ما عم تقول صح، بس يجوهر. تصور هيك المره عم شوف مشهد انا لعبد المنعم مدبولي، هذا الفنان العظيم، بعد ما كبر على الكرسي ما في يقعد، بيجيبوه بيحترموه بيقدروه، انه لازم يحس انه هو عطى لهالفن وعطى، لازم يعطوه. ماسكينه اثنين بيحطوه على الكرسي وبيقعد ما في يحكي. تجي بنته بتبسله ايده الا الله يرضى عليكي، هذا دوره.
اللي كان على المسرح ساعتين ما يسكت مثلا. بالاخر فنانين مبدعينهم او فنانينهم او رسامينهم او عظامهم وقت اللي بتصيبهم مصيبه او بيكبروا بالسن ما بيحطوهم وبيعدوا، او اذا حطوهم تبقى الدوله مأمنته بالشيخوخه. نحن الحمد لله من وقت اللي جينا على لبنان بنسمع بالشيخوخه، ضمان الشيخوخه. لا في شيخوخه ولا شخشوخه، ما شفنا شيء. شخشوخه حبيب قلبي. ابو سليم، تركوك المنتجين ما اهتموا فيك، ما وقفوا حدك او لا؟ حبيب قلبي نحن ما اشتغلنا مع منتجين ابدا، نحن اشتغلنا مع التلفزيون ديريكت. بس انت قيمه فنيه كبيره، واليوم اهم منتجي العالم العربي اللبنانيين. حبيب قلبي شو بدنا نعمل؟ يمكن ظروف او شيء او هيك، بس انا رغم الاشياء هيدي انا يا صديقي بدي احكي للناس هيدي خليهم يشعروا. انا عامل 2250 حلقه تلفزيونيه و900 اذاعيه و17 مسرحيه و4 افلام، ابو سليم بالمدينه ورسول الغرام وشو اسمه وبالمدينه، ومشتغل مع الرحبانيه سفر برلك وكذا، ومع محمد سلمان شي 10 افلام والى اخره عاملهم. مين بيحكي؟ بعدين المجموعه تبعي بتسالني وين هي؟ اتصلوا فيني بالكسليك، بدل ما الدوله او وزاره الثقافه او وزاره او البلديه او دوله تعي فلان وين تراثك هذا للمستقبل، بيتصلوا فيني بيعطوا لي سياره بيروح بيقولوا لي التراث اللي عندك بدنا نحطه عندنا بالجامعه، فوت لو ورجيك. فوتوني على قاعد الملعب البلدي كله مكاتب وكله كتب وكله شو هذا، قال هالعظام العالم شو عندهم اعمال فنيه مكتوبه ونحن محتفظين فيها. ورجوني على الورق الكرتون، ورق الباطون، ورق الحجار، ورق لك شو هذا؟ وما حدا معه خبره بلبنان. قلت لك يا ابونا هذا لازم يصير بالعالم يجوا يشوفوه. قال لي نحن ما بيهمنا نحتفظ بالتراث، وانت من التراث تكون موجود. قلت لهم خذوهم لانه انا بعد عمر طويل بدي ياخذ عملته يحكمون. اخذوا بيك اب وسياره خصوصيه، الاشياء اللي كتبتها ارشيف اللي كاتب هلا موجوده بجامعه روح كاسليك. بعت الارشيف او قدمته تقديمه؟ لا تقديمه. بس هن شو عملوا لي؟ شو؟ قال بدك تمضي وراء. قلت لهم لشو يا اخي؟ ما بدي انا بدي هذا للمستقبل، مثل هلا بيقولوا موليير هلا بيشتغل. لا بدي اسالك سؤال انا، موليير وشكسبير بتعرف شو صار 550 سنه 600 سنه متوفيين لهلا بيحكوا فيهم ودولتهم بتعتز فيهم وعاملين لهم متاحف. طبعا شو عاملين؟ موليير يا حبيبي كاتب 37 عمل، 37. شكسبير 17 عمل بيحكوا بالتاريخ. انا كاتب الوف ما في واحد بيحكي عني. يا خيي انا بال 2500 حلقه خليهم عندي 10 بيحق لي بالتاريخ انه يذكروا هالمعطر اللي 60 سنه من عيونه ما قاعد هو على الوراء الابيض عم يكتب، لا حدا بيحكي عنك ولا بيسال، لا دوله بتسال عنك ولا شيء. ما عندنا دوله، خلينا نتفق انه ما عندنا دوله تسال. الدوله ما بس للفن، كل شيء في له ادب، رياضه، علم، ثقافه، شيء. دوله منها دوله بدها دوله هيك، مش دوله خود. ما بتعطي الدوله، بتاخذ وبس. شو بدك تعمل؟ ابو سليم 60 سنه اللي حكينا عنهم كيف بنلخصهم؟ شو هن؟ 60 سنه ابو سليم بالابداع. ايوه كيف بنلخصهم؟ شو بنقول عنهم؟ بنلخصهم انه اشتغلنا اول ما فتح التلفزيون بقروش، ما في مصاري، بسيطه. لما كان الاعلان ياخذوا على 200 ليره، كنا ناخذ على الحلقه 250 ليره كل هالفرقه. بعدين ما زبطت معنا، ما يعني بيطلع له للواحد 20 30 ليره بالشهر، ما بيصير. كل واحد صار يشتغل بمهنته. بس انا ما اصريت لانه بدنا نكتب، بدنا نعمل برنامج. ما في مين، انجبرت انا اكتب. انا ماني كاتب ولا شيء، انا هلا ما بقول كاتب، بقول اعداد. انا ماني يا اخي دارس العلوم شو اسمه، بس انا ثقافه فنيه اجتماعيه عالميه عندي ما يمكن ما تحكي بلغه الناس. كنت تقعد مع الناس وتحكي لغه الناس. طبعا الفنان بده يحكي لغه الناس. قال بيجي بيقولوا لك واحد مطرب شعبي
فنان شعبي. لك مطرب شو بده يكون؟ شو يعني انه بيقصدوا فنان شعبي او صارت تهمة الشعبية، صارت تهمة انه صار إنه مش مطرب، يعني مش مطرب البلاط، مش مطرب الامراء والرؤساء، مطرب الناس. هذول شو بينفعوا الرؤساء والامراء؟ بيقعدوا ببيوتهم بيعملوا الحفلات، بس الشعب هو اللي بيرفع، هو اللي بيشيل، هو اللي بيبني الدول. قال له الشعب اللي ما بيبني دولة منه شعب. ابو سليم، بهيدي الرحلة عملت مصاري؟ ايه عملت مصاري بهيدي الرحلة كلها؟ انا اقول لك شو عملت. بيتي لهلا بالاجار، عندي سيارة هدتني اياها ال سي الشيخ بيير ضاهر، وهودي اللي عندي ومحبة هالناس، ما عندي غيره. كل هالشغل بيت بالاجار بعدنا لهلا؟ ما في ايراد. انا اغلى اجر قبضته $200 على الحلقة مع كتابتي. شو بدي اعمل؟ اقعد عندي عائلة وعندي مسؤولية، عائلة بطرابلس وعائلة هون، وبدي اقعد ليل ونهار. لا سهرت ولا رحت ولا جيت، لا شربت دخان لا شربت قهوة، ما شربت. ما هذا مثل هذيك اللي بيقول له ايش بده يتجوز بنته، وقال له شو بتعمل انت؟ قال له انا يا اخي ادمي لا بسكر ولا بخمر لا بلعب قمر لا كذا. قال له روح عن خلقتي. قال له شو بقى ولو بده؟ قال له انا بدي اتجوز بنتي الحمار ما بيعمل شيء، روح عن خلقتي. فبقصد اللي ما بيعمل السبعه وذمتها اليوم بيقولوا عنه هذا غبي او ما منو. واللي بيعمل سبعه وذمتها بيسموه محتال، بيسموه هذا شاطر ابدا. سخرية القدر صار انه يا عيب الشوم بس. يا عيب الشوم. اذا بدنا نحكي تاريخ لبنان يا صديقي اللي ما حدا بيعرفه، انا اللي بيحس بنفسي انه حاترك هالدنيا وما حدا بتسال نائب او بتسال وزير او بيعرف شو تاريخ لبنان وكيف صار لبنان. مش بيقول لك كيف صار فيه وكيف صار كذا. صح استاذ، هاي شغله للتاريخ. لما انحبسوا هاي تبعون الوطنيه اللي عاملين كانوا وطنيه كتر خيرهم ولهلا بنحتفل فيهم. حبيبي امنا مظاهره بطرابلس من دده ومن عكار ومن الكوره ومن المناطق كلها على التل. مشينا وضد الفرنسيين وبدنا نطلع الكذا ده. تعرف شو عملوا فينا؟ مين بيحكي فيه؟ وين تاريخ لبنان؟ اجوا علينا مصفحات عسكر السنغال ومشيت على الطلاب 400 طالب لزقوا بالارض. هيدي ليش ما بتنذكر انه نحن الاستقلال ما خدنا هيك تسليط؟ نحن خدنا الاستقلال بدم. كنا كل مده كل ما تصير شغله نقوم مظاهرات ويعوصوا علينا ويعملوا، ولا حدا بيفتح كانه عم بده يستر عن هالجرائم اللي صارت لصار الاستقلال. طيب ابو سليم، في عندي سؤال براسي فكر فيه، ما بعرف اذا لازم اسالك اياه او لا، بس اليوم بشوف الممثلين السوريين الكبار بالعمر والقادرين مثل حضرتك واللي عندهم تاريخ فني كبير مثل منى واصف، مثل عدد كبير من الاسامي، بسام كوسة مثلا، اليوم عم بيشاركوا بالاعمال الدراميه وعم بيقبضوا مبالغ طائله. ليه ابو سليم لا؟ يا اخي نحن عندنا هون ما في اهتمام. مره يا استاذ صارت مشاكل بالدوله، مشاكل بين الدول العربيه وسوريا، انتاج السوري وقفوا البلاد العربيه وياخذوا. بلشوا الفنانين والمنتجين شو بدنا نعمل؟ قال له رئيس الوزراء ما حدا ياكل هم، كل الانتاج اللي انتجتوه السنه الدوله بتاخده دفعت حقه، ولا حدا خسر قرش وكلهم ربحوا مثل ما كانوا يربحوا. الدوله لما بتوقف حد شعبها وبتوقف حد فنانينها، الفنانين بيعطوا. يا خيي البلاد كيف بتزدهر؟ بدها فنانين، بدها مثقفين، بدها اساتذه، بدها رياضيين، بدها هو بيرفعوا. الاتحاد السوفيتي بالماضي رفعوا رياضيين وفنانين، ما كانوا يسالوا عن الاتحاد السوفيتي قد ما كانوا يسالوا عن غازيين العالم بالفنون وبالرياضه. بينشهر الدول. شو بيعمل مثل عنا نحن فنانين ما معنا نجيب حبه دواء؟ يا عيب الشوم عليكم. تروح على الوزاره ما في. انا عندي اخت بدها دواء السرطان، كل شيء بنقول لهم بيشوف ما في. يا بدك تشتريها ب $2500 ما قادرين، ولا هلا قاعده بتجيب. مش عيب؟ دوله ما بتامن دواء لمواطنينا ولا شو بدك تكفر؟ ما بدنا نكفر، خلينا ساكتين نشتغل بحلقتنا، لا بدنا نصرخ اكثر بحلقتنا. معقول صوتك مش مسموع بوزاره الصحه؟ معقول ما عندك معارف تطلب دواء تقول لهم
ما يا اخي مين بدك انت ابو سليم، انت علم لبنان، يعني انت مثل علم لبنان. لا، في اصحاب مثل فضل حكايتك اصدقائي والله ما بلاقيهم بدقوا الباب ويجيبوا لي الدواء. بيجيبوا لي في ناس يعني بيقدروا، بس للدولة مرة يمكن حكيتها معك ما بعرف، اعطونا جائزة واختفت. جائزة المبدعين 10 مليون زقطنا ان الفرقة بنوزعهم، راح ضاع الفايل ما عاد بين. ما تحكي لي دولة، ما بحكى. نحن ما عندنا دولة يا صاحبي، نحن ما عندنا. ما هيك الدول بتبنى، ما هيك بتجي بتلاقي بعده البلد عم يخرب وبعده كل واحد بيفكر منين بده يفوت. لو ما بقى في شيء وليش حدنا ولو عم نشحت خافوا الله ما حدا. اليوم خبروني، اليوم انا كنت عم خبر الناس انه ابو سليم ضيفه، وبتعرف انا بشوف حالي بس تكون حضرتك حبيبي عندنا بالاستوديو. قالوا لي ابو سليم عم بقضيها بين نقابه الممثلين وبين وزاره الصحه، عم بيجرب يساعد زملائه الممثلين انه يدبر لهم دواء، يفوتهم على مستشفى، يحصل لهم حقوقهم. مزبوط هالكلام يا صديقي؟ كنت هيك، كنت انا عميد صندوق. انا يا صديقي فتحت جاليري، محلات جاليري موبيليا وكذا. تعرف والله ما صرفت على بيتي وعلي قد ما صرفت على بعض زملائي وعلى النقابه. انا هلا ما عم بقدر اروح على النقابه، بروح زياره بس. تركت انا سنه ال60 بيتي عملته سنتين دار للنقابه، لا اسسنا نقابه ببدره واشترينا لهم اياها ولملمنا من هون ومن هون وسلمنا لهم اياها، وسلمنا فيها $40,000. مضولي استلمته $40,000 وتميتني رايح. تعرف النقابة كانت هلا اتحاد النقابات كلهم الموسيقيين والفنانين والهو عاملين لنا معاش. قد ايه؟ $3. انا ما عم بياخذوا، بتعطوا لهيدي ولا $300,000. كانوا $300,000 يعملوا $200، هلا بيعملوا $3. إذا بدي روح من بيتي على النقابة بسيارة بدي 3 وراجعة 3 لا بلا هون أحسن. بس النقابة كمان ما عندها إمكانيات، ما بس النقابة، اتحاد النقابات بيجوا يا خي الفنانين بده يغنوا مثل هذا عمرو دياب، قال اجى غنى أخذ $700,000، قال له ياخذ $30,000 بده يدفع ضريبة على $30,000. لك يا خي ما بيصير. بس فريد ابو سعيد عم بيلاحق المواضيع، عم يلاحق هو، بس منهم قد المنتجين والفنانين، محتالين اكثر. بالضبط خيي هذا الكونترا. طيب شو لك معي غير كونترا؟ انا جايب لك كونترا ممضي من الدوله الكذا وكذا انه هالقد اخذ. شو فيك تقول له كنت زي بتتخانق انت وياه ما بدك تحكي يا حبيب قلبي. لو ما في ناس اوادم واللبنانيين بيحبوا بعضهم وبيغاروا على بعضهم وبيساعدوا بعضهم وبيوقفوا حد بعضهم، كنت شفت فضائح كثيره بالبلد. طبعا. من فتره مش كثير طويله سمعنا اخبار عن الممثل القدير أنطوان كرباج انه موجود بمأوى او حاطينه بمحل يعني خاص. رجع تم نفي الموضوع، بس عندك اي معلومات عنه؟ انا والله كان نائب، كنت انا نائبه. ايش انسان طفل يمكن هلا عمره يمكن 70 وفوق، بس طفل عمره 10 سنين مثل حكيته، قلبه طيب. بيجي بس يجي قال له يا نائب فلان بده ده، بدنا نساعده، شو رايك؟ اعطيه صالح شو بده يساوي. فلان توفى، اعطيه عيته $1,000,000 كذا، فلان كذا. كان انسان مثالي، شوف باخرته بعدها بتطلع فيه. لك معي بدا أنطوان كرباج اللي لك انا كنت فنان واشتغلت معه عده مسرحيات وبدا ومعجب فيه لدرجه لا توصف. وانا المعجبين ولا المثقفين ولا الدوله اللي تقول هذا الانسان تحطه بمستشفى باخرته، الله ياخذ امانته وهو مرتاح مع الله. اذا اخذ امانته ما معه يكفي معالجته. شو بدنا نعمل؟ انا رب العالمين بشكره راحمني اني ما اعطيني مرض ولا شيء. سالت عنه؟ بس اعطيني قلت له هو عم تدق له تسال عنه؟ ممنوع وينه؟ ما بيخلوك تشوفه ولا بتشوفه. منو لانه الزهايمر مسكين كثير،
الله يشفيه، الله يحميه، الله يساعد كل محتاج بهالبلد. طبعا. شي مرة أبو سليم دقيت باب وزير أو سياسي أو شخصية معروفة طلبت شي مساعدة لحدا أو تتساعد حدا أو تتوقف حدا؟ والله يا سيدي أنا ما طلبت لا إلي ولا لغيري، لأن حبيت أعتمد على الناس الطيبين الأوادم. في بعض ناس طيبين، بس اجت مرة أبناء شو اسمه ميشيل إدي عندهم مؤسسة، بيجي شخص لعندي أنا واقف على البلكون بلاقي شخص ميري طلع فيني، مرحبا تفضل تشرب فنجان قهوة، وما بعرفه. طلع قال لي انتوا شو بتعملوا هون؟ قلت له هي نقابة. قال نقابة شو؟ قلت له فنانين. قال كيف بتعملوا؟ كيف بتشتغلوا؟ كيف؟ شرحت له. قال لي طيب علاش إذا نحن قدمنا هيك مساعدة؟ قلت له والله بنكون ممنونينك، مع انه نحن بالنقابات بقانوننا ما فيك تاخذ مساعدة أكثر من 1,000,000 ليرة، ولا فيك تاخذ تاجر إذا معك مصاري بالنقابة تاجر. قلت له أنا ليش لا؟ كتر خيرك. والله غابت شي جمعة بتلفلي اللي شو رقم حساب النقابة؟ أعطيته الحساب، بيروح الحساب 7,000 دولار على النقابة. تمت 10 سنين هيدي، بعدين صار ظرف في البلد ما بعرف شو وقت إن راحت هذا وقفوا، يمكن صاروا يعطوا لغير محل بيناسبوا أكثر. المهم بدك المجلس، ما أنت عم تخالف الدولة. لا أي دولة؟ قال نحن لازم ناخذ 1,000,000. لا أي 1,000,000؟ نحن الفنان يا صاحبي بيدفع بالشهر 5 ليرات، بالسنة 60 ليرة. كيف بدك تفتح نقابة سكرتيرة وتليفون وكهرباء ومي كيف تعمل شو اسمه؟ ولا عندك إيراد، لا عندك حدا بيدفع ضريبة للنقابة ولا شيء. ما في ما سألت لا عنهم ولا عن النظام ولا. قلت لهم يحبسوني يقولوا أنا أخذتهم. وقعدوا الصندوق، صرنا شو عملنا فيهم؟ مساعدات مرضية للفنانين. يعني قدرت تسحبهم؟ أنا بجي يعني هيك شغلات ما في غير هيك. يعني أنا حكيتها للتاريخ أو بتقدم من أكثر ناس بلبنان بيعملوا اشياء هيك وما بيحبوا حدا يعرف وما بيعطوك لك. خذ انت، لا وين حسابك؟ شو بتعمل فيهم؟ بالسنه لمين قدمتهم؟ قدم لهم كذا بتعطي الست الثاني اذا ما طلع. بعد في ناس طيبه وبتخاف على الممثل وبتخاف على خيا الانسان، بعد في هو موجودين بعدهم بهالعصر. والله بعد في وكتار بس يا خي الظروف اكثرهم مساكين على البنوك ما اخذت له مصرياتهم، ما اخذوا المصريات. رح لك مصاري بالبنوك او لا الحمد لله الوحيد انت اللي نظامت. يعني ليك لاقول لك شغله، البنوك بالعالم يا صاحبي يعملوها لتحفظ اموال الناس، والدوله يعملوها لتحفظ الدوله البنوك والناس. نحن عندنا الحمد لله الدوله سرقت البنوك والبنوك سرقوا الناس والناس عم يسرقوا بعضهم، وهدي كانك بتهدي. هاي دوله يا صاحبي. صح. هيك الدول هيدا اذا الدوله انهار اقتصادها معناتها صارت على الارض يا حكم ما بقى في. يعني نحن صرنا على الارض يا حكم. لك نحن لا اخي بدي اسالك، في دوله بالعالم اعلى رقم عمله فيها دولار؟ اعلى هلا شو اعلى مصاري عندنا؟ 100,000 دولار. صح. الله حيشني وخلاني اشوف 100,000 ليره ما بتشتري بسكوتة، ما بتشتري سندويش. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليكم اللي استلمتوا هالبلد ووصلتوا لهون. اي والله معك حق، كل دعوه مثل هالدعوه. يا عيب الشوم 20,000 مره. ابو سليم عم بتتابع مسلسلات تركيه، عم بتتابع مسلسلات لبنانيه، ملبنن التركي ملبنن؟ بتطلع بالمسلسل كان بالاول الممثل لما بده يضيع الوقت شعل سيجاره شعل كذا انه نعمل وقت كذا. هلا بالتليفون شغلتين صاروا الاتراك عندهم اياها، بيموت بيطلع ما مات، ولازم بطلين ثلاثه لازم يموت واحد، والاكل والخناق. هلا صارت اكل بجي طلع ما بقى في. بتلاقي مواضيع اجتماعيه بس بياخذوا المواضيع الاجتماعيه اللي فيها عنف، اللي فيها خناق، بيفتكروا انه بس الانسان يعيط ويصرخ ويهوبر ويشوبر بيصير. هلا بدهم يعملوا جينيريك لمسلسل
بيجيبوا كل شيء فيه خناق وضرب وواص وقتل وبيعملوا جينيريك. لكن جينيريك شو حركه شو اكشن شو كذا ما في. نحن هلا بعصر الانحلال الخمسيني. كل 50 سنه يا صاحبي الزمن بيقلب، يا للاحسن يا للاسوء. من 50 سنه اللي مضيت، من العشرينات، من المية لل50 شو صار؟ اعظم ازدهار كوميديا بالعالم. هوليود 20 واحد كوميدي بمصر بالدنيا، مطربين بالعرب للخمسينات، ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش. له هلا ورجيني واحد قال اعظم فنان اليوم بالعالم اسمه عمرو دياب. قسما بالله ما شايفه ولا سامعه. يمكن مره سمعت له واحده قال بدقوا مثل اسبانيوليه كمان مش عربيه. المهم طلعت هيك يا بي بصوره ثانيه على الفيديو هاي بالشو، طلعت هيك على راسي راكدين الوف 17,000 نزلوا حضروا عمرو دياب. افتكرتهم انا غنم لانه كله ابيض راكد. شو انا قال هيك قال المطرب البسوا ابيض. لك باي زمن عايشين؟ بس عمرو دياب فنان يعني. انا شو بيعرفني فيه يا خي فنان الله ما لم يخلق مبدع مثله في الكون. بس بده هالهيله هاي اللي انعملت اللي وصل الكارت ل 700 800 دولار ما بعرف قد ايه. ونحن انت زعلان منه؟ لا ما دفع التعاضد. لا ما دفع انت زعلان منه كرمال هيك؟ انا بعرف ما في. كل فنان بخاف الله بيعرف انه الفنانين لازم يتساعدوا. يعني اليوم ابو سليم عم تحكي انت بهيدا الموضوع لانه غيران على مصلحه الممثل اللبناني والفنان اللبناني اللي ما عم بياخذ حقه قدام الفنان الاجنبي. ما بس الفنان اللبناني، الرياضي اللبناني. اذا بدك تقعد نحكي لك حلقات عن اشياء بدنا ساعات نحكي لك عن الرياضيين، عن الفنانين، عن الشعراء، عن الهو. بيقعد الشعراء تم يندب الزلمه عامله نازل من بعد الله لا يعطيه كام قرش. الرياضي بيروح بيلموا له لما ليبعتوه على الصين وعلى اليابان ليمثل دولته ما معه حق العلم. بيعملوا له علم من هذا الورق اللي مثل اللي بيزينوا فيه لبناني وبيرفعوا. يا عيب لك شو بدك تحكي؟ نحن بدوله لك نحن وواحد منهم هذا اللي شايفهم بالدوله وحده بيعمل دوله، وحده بيبني دوله، وحده بيعمل شو اسمه. صح. رح ارجع وياك للدراما قبل ما نحكي عن لبنان وعن الوضع بلبنان. ابو سليم، بالدراما اللبنانيه مين الفنانه الممثله اللي بتقول عنها منيحه هيدي نجمه بتمثل حلو؟ والله شوف كلهم بيمثلوا يا استاذ، بس السفينه الربان اللي بيوجهها التوجيه الصح. انا ما شفت مخرج بيوجه فنان ابدا. انا احكي لك مره صارت معي، بيجوني بيقولوا لي في دار بدك تاخذوه تمثلوا رجال كبير وكذا وهذا. اعطوني الدار قريته قلت له انت نادر نصر. قال على بكره. شو على بكره؟ لا اقرا. قال لا على بكره. خي كيف بدي على بكره؟ قال يا خيي بنصور لك كلمه وكلمه لقطه ولقطه مرحبا مصوره كيفكم مصوره. يعني هيك صار الفن. وين الفن الاحساس المهم جينا ثاني يوم قال يلا استاذ تفضل على الاستوديو. قلت له اي استوديو؟ قال هون. قلت له انت المخرج؟ قال لا انا استاذ مساعد. قلت له وينه المخرج؟ قال قاعد بالاوضه هنيك، اوضه صغيره حاطط التلفزيون قدامه وقاعد. قلت له روح عيط له قول له يجي. قال ليش عيط؟ تفضل لعنده. قلت له يا بتفضل رحنا. مرحبا استاذ مرحبا. قلت له حضرتك المخرج؟ قال لي ايه. قلت له يا سلام. قلت له خيي انا ممثل بدي امثل عندك، ما بتشرح لي شو هو الدور اللي انا بدي امثله؟ قال ولو انت استاذ قد الدنيا استاذنا انت، نحن بدنا نحكي بدا. استاذ مخرجين ما بيعرفوا التمثيل ولا بيعرفوا شيء، بيعرف يفقس تك تك طم 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 خلص مبتكر هذا الاخراج. وهداك بيجي يعمل لي الكادر. ليك والله فاضي حط لنا زريعه حط. ليك علق بالشابو. ليك اذا بتجيب هذا اللمبه بتحطها هني. صار عم ياخذوا الفلل حلو. واحد بيشتغل شوفير عند زعيم بيته فيلا وبركة سباحة قدامه. لا يا أخي لا حتى يعبي ما بيصير هيك. إنه قال الجمالية بيقصد الجمالية، ما بدهم يورجوا شيء وحش لك حاجة تورجوا حاجة ما في.
هلا نحن بعصر الانحلال الفني قاطبة. مع انه لما حضرتك قدمت كنت عم تقدم اعمال كان في انحلال كمان بوقتها، لا كان ازدهار. كان في ازدهار. نحن بلبنان ما كان عندنا، كان بمصر في فريد الأطراف، ايه كان في فن محترم اكيد، بس كان في فن كمان خارج الحياة بنفس الحقبة يعني اللي عم لا ما بيخلى الامر يا خيي، بدك اياهم كلهم توب. ما بيصير في وسط ودرجات والى اخره، بس هلا الحمد لله ما في درجات. هذا ما في كله تحت المعدل، ما في. انتبه بس بفترتكم ما كان في بس مشاهد قبولات، ما كان في بس قبولات مشاهد، كان في مشاهد عري تام. قبل تاكل لحم كان في عري تام. هيدي اجت موجه مرت وما زبطت كثير، غيروا وما هذا بشيء مره. والله كنا نحن. شو كان رايك بهيدي الموجه بوقتها شو كان رايك بهيدي الموجه يا خيي؟ مثل ما قلت لك البلاد بدها جلسات. هيدي البشريه يا صديقي كل مده بتتغير طبائعها، بتتغير عاداتها، بتتغير تقاليدها، بتتغير اشياء كثير فيها. فمن الاشياء اللي بتتغير الفنون الجمال. كانوا بالاول بالزمان هوليود ما بياخذوا ملكة الجمال الا ما يكون خصرها 28 واردافها كذا وكذا. انا يورجوني اياها هيدي بدعي لربي يبعث لك كيلو لحمه تطح شوي. اجى وقت انا على ايامي انا بالاربعينات والثلاثينات كانت الست اللي محترمه الملظلظه، مش التخينه الملظلظه. هيك هي ست هيدي كذا، هيدي رفيعه، لا هي بلي هيدي كردونه او شيء. بيختلف الزمن عن زمن تاني. هلا نحن بدنا عم يحاولوا عم يجوا بدهم يغيروا، بس بوجود هالتكنيك اللي عم يصير الكمبيوتر والكذا والاشياء اللي بيجي مثل ما عم شوف انا عم بيجيب عوينات مثل هذا بيحطوا بشوفك بتزلط. ليه؟ بيجي واحد جايب بدله قماش فرادة حطك عليه ما بقى مبين. ليه؟ هذا بيخرب الدنيا. طيب سؤال، بدها تصير هلا بال 2024 شو دارج النسوان؟ اي نوع نسوان دارج بال 2024؟ هلا مخلوطه لا ماشي الحال. اللي من اللي بتاثر من هلا اللي طالع الموضه انه برا صاروا اذا في مظاهرات احتجاجات المراه بتمشي بالزلط. لك يا ابني لا، قال هذا اقوى احتجاج بالزلط. وين صرنا؟ كيف كيف هالحياه عم تبرد؟ حلو مظاهرات ليه ما عملوها من زمان؟ حبيب قلبي كنت تقبل بالدراما ايامك تقدم مشهد جريء بوسه او كان لا في رفض قاطع ممنوع؟ انا ما كنت شوف ايامنا نحن ما كان في شو اسمه انفتاح ممنوع. ما نحن بدنا نبعث للبلاد العربيه مع خبر اذا انا ماني بالبيت، اجى اخي على البيت دق الباب فتحت له، ما بيصير يفوت وتسكر الباب، يا بده يوقف على الباب يا ما بتفوتوا على البيت. مثلا انا بقول لك والله ما شفته، لا بيوقف الحلقه. 300 ممنوعه كانت، ممنوع الرجل بيجي. ولذلك انا ما كثير طعنت ببرامجي في نساء. يعني مثلا المليونير المزيف فريال كريم بس وبنت وفلان كذا، ما اعتمدت كثير، اعتمدت على الشخصيات الموجوده بهالحياه، البخيل الشجاع. لو كان مش ممنوع كنت تعتمد هيدا الاسلوب؟ يعني كان بتفوت اذا بدك بالمشاهد الجريئه. عم بحكي عن الاغراء الجريء، بس انت عم تهرب ما بدك تجاوب. لا انا ممنوع. مش لو مسموح بتعمله اذا مشهد بيناسب. ما بيناسب مثل من اليوم عم بيصير. لا ما بيناسب، لا ما بعمله. ما بتعمله؟ لا اعوذ بالله. لا شو يعني هيك انه بس هيك للعمل يعني. انه اليوم المشاهد اللي عم تنعمل مناسبه اذا بدك للماركتينج كامبين، للتسويق للبرنامج، انه في قبله، في عري، في بنسوق اكثر للمسلسل، بنخليه اكثر ينتشر. انا ما فهمت ليش هالمطربين اللي طالعين اليوم ما بقى يغني غنيته اللي ما بتنسمع مثل ما بيقولوا. بعض منهم والبعض منهم بتنسمع. بيجيب لي 50 60 بنت
شي بشورت شي بلا شورت شي بصدر حتى شي بلا يسوق. صدر. شو بتعمل هيدي؟ بيسوق بتسوق هيدي؟ يمكن انا بسني خرفت ما بقى تعني لي هالاشياء. يمكن معك حق بتسوق. بس بدي اعرف ليش هالاغنيه اللي ما في غيره رجل والبنات عم تترامى على اجراه وايداه وكذا سبحان الله. رجعنا عمرو دياب. رجعنا عمرو دياب. الله يوفقه الله يوفقه ويسعده، وانا بتمنى له التوفيق، بس ما يبقى يتفزلك علينا بالبيس ابيض وانت البيس احمر وانت مينك انت لك بعد ما خلق هسه اللي بده يفرض رايه على البشر. بس نحن عندنا بلبنان طبعا بعض شبابنا غريب، والبعض كان كتير مش مأز وزعلان. استاذ هذا كله اشياء انا بعتبرها تنوير بتصير. اهم شيء الوضع الحكم بالبلد والدولة تكون هي بترعى شعبها وبترعى ناسها. رح احكي عن دولة بعد شوي. مش من زمان كتير استاذ صلاح خسرت مش من زمان كتير استاذ صلاح خسرت صديق عمرك وصهرك عبد الله الحمصي، وطلعت شاركت بمراسم الدفن. خلينا نشوف الفيديو وبرجع بسألك. تفضل. سلم مع الشباب يا عبد الله. ما مطولين لحينك، ما حتبقى وحدك يا عبد الله. لحينك انت رايح على الجنه ان شاء الله. لحينك يا عبد الله. الله يطول بعمرك. الله يطول عمرك يا صلاح. هذا حبيبي. راح فهمان راح اسعد. حبيب قلبي لك ولا لك وداعا يا عبد الله. لحينك يا عبد الله ما حتبقى وحدك. سلم على الجميع. سلم على الجميع. الله يرحم عبد الله الحمصي وكل اعضاء الفريق اذا بدك اللي غابوا وغادرونا واللي خسرناهم نحن كبلد بدون ما نكون مكرمينهم ولا 1% على كل الانجازات او كل العطاء اللي عطوه للبنان. هيدي فلت ممثل كبير هيك؟ هاي اخرتنا شو يعني؟ انا عم اقول لهم ما تعملوا هيك شيء ولا شيء، بس الله بده ياخذ عملته. بتحطوني شي نهارين بالبراد ليجوا اذا اولادي كانوا برا يشوفوني، وما كان حطوني ما فرق. تدفنوني ببيروت عزيزه على قلبي 40 سنه عشت فيها. بتدفنوني بطرابلس عشت فيها كمان 40-50 سنه. وين ما دفنتوني بلبنان بترابو انا احلى على قلبي من العسل، ولا تعملوا لي طيطه وزنبليطه وكذا ما في. انا عملت بواجبي بضميري اخدم وطني بالطريقه اللي انا بعتبر فيها حبيب قلبي. بتفتكر اللي بيخدم الوطن بس العسكري والموظف والهد، لا، العامل بيخدم وطنه، اللي بيكنس الطريق عم يخدم وطنه، اللي بيشتغل شوفير تاكسي بيخدم وطنه، كل بيخدم الوطن. ما في والله فلان عم يخدم الوطن، لا يا حبيبي. طبعا. مش بس العسكري والضابط والشرطي والهالي بيخدموا الوطن، كل مين يعمل على ارض وطنه يكون عم يخدم وطنه. شو بتقول اليوم لعبد الله؟ بتقول له نعتذر منك؟ شو بتقول له لعبد الله اليوم؟ قال له لعبد الله، بقول له يا صديقي اللي كنت عم تفكر فيه بعده مثل ما هو ما تغير شيء بهالوطن. كلنا مثل ما كانت نهايتك حتكون نهايتنا ان شاء الله تكون مثله، ما تكون على غير. لانه بهالبلد يا صديقي ما في وفا. الوفا لما بتكون بدلك الجميل. ايوه تحملك ويحملوا ويساويه. انا عندي اصدقاء انا عم بكسرها للقاعده، عم بكسرها. عندي كثير اوفياء بالنسبه لي بضمن امكانياتهم. انا ما عندي اوفياء اكثر. انا بس عتبي على رئيس شو اسمه رئيس وزراء منطقتي اللي هو شو اسمه نجيب ميعاتي. الميعاتي. لما اجى جابوا التليفون يا صاحبي $500 اخذوا $500 واشترينا التليفون ب500. قال بردوا لك. طيب ليش ال500 اخذهم؟ قال ما عنده امكانيات يدفع للشركه، عما مثل ما يقولوا داني ياخذها من الناس. في لي صديق زغلول اخذ تليفون، بس خلص مده معينه قطعوا له التليفون. قال لهم بدكم مني $100 ما انا دافع 500. قالوا لا هوليك ما دخلوا. بيقوم شو بيعمل؟ بيبيعوا للدوله. اخذ منا 500 من الدوله. خي اعطيني ال500 انا هلا على راس السطح
بقول له يا دولة الرئيس بعت لي ال500 بدي اياهم. بدي اياهم، ولو موت بدي اكتب ورقه لاولادي بيطالبوا فيها، بدي ال500. حقك. تجي لك يا اخي هيك بتبنى الاوطان، هيك بيجوا المسؤولين. بدك مين يسمع يا ابو سليم؟ ولك هيك بيجوا المسؤولين. بدك مين يسمع؟ مين بدك مين يسمع؟ بدك حبيبي. مين يسمع؟ مش حبيبي اول عمرك. رح اعرض عليك صور، بدي منك تحت كل صوره في وصفين او احتمالين، بدي منك تختار شغله واحده منهم. اوكي؟ الصوره الاولى فريال كريم. ايوه. بدي الحقيقه، كانت صديقه او بس زميله؟ لا صديقه كانت. صديقه كانت صديقتك فريال؟ صديقه العائله يعني. للعائله. اوكي. صوره ثانيه محمود مبسوط او فهمان، كان صديق او زميل؟ صديق لانه عديلي. صورة شكر الله، صديق او زميل؟ لا شكري كمان صديق. كمان صديق. حلو. ما كان في غيره بيناتكم ابو سليم؟ لا هلا بحكي لك ليش ما في غيري. احكي لي، قل لي ليه ما في غيره؟ ما في غيره لانه انا ما كنت ميز حدا عن حدا. كل حلقه اعطي شخص منهم بطولتها. ما كنت تميز حالك؟ كنت تميز حالك؟ لا انا اوقات اخذ دور كومبارس، ما بين بالحلقه. انا وقت اللي اشتركت مع الرحابني بايام فخر الدين وكذا 3 حلقات ما اطلع فيهم، يقولوا له وين هذا ابو سليم صاحب البرنامج؟ كتبت برنامج انا ما اكون، شو بيمنع؟ عادي هيدا. طبعا. اخر صوره درباس او احمد دنش، زميل فقط او صديق؟ لا زميل. ما كان صديق؟ لا. ليه؟ لانه تعرفت عليه متاخر، وبعدين تعرفنا عليه انه هو بده يمثل، جبنا يمثل ومشي معنا وصار زميل. يعني كان لا بين الصديق والزميل، بس الزميل كان اكثر لانه ما في كثير معاشرات نحن وياه، يعني مثل هوديك مثلا فهمان يوم عندي يوم عنده اولاد وعندي اولاد وعنده كذا. شكري كمان كان، بس شكري خدوم يعني بيلبي. شكري. ايوه. حبيب قلبي شكري. ايه طبعا شكري بيمتاز شوي. هلا نحن عاطينه دار البخيل يا حرام، هو منو بخيل صحيح، بس هو اقتصادي منو بخيل، مش هو اقتصادي عنده هيك. هو اوريدي اقتصادي. ايه. اوكي. اقتصادي منو بخيل. ايه. ما هو دائما البخيل بيقول عن حاله اقتصادي. ايه هذا هو. وهذا شكري. بعد البريك بكمل انا وابو سليم صلاح تيزاني. هو المجهول على بيجي. من المجهول مع الممثل القدير صلاح تيزاني او ابو سليم المعروف بابو سليم. الناس شو بعيطوا لك، ابو سليم او صلاح؟ حي الله مثل بعض. بترد على اثنين؟ برد على اثنين. احلى شيء. ايوه. خلقت ابو سليم بعام 1929 يعني قبل اعلان دوله لبنان الكبير، صح؟ كان بعده لبنان أيوة. جزء من سوريا. أيوة. اليوم 2024 خايفين يرجع يضموا لبنان لسوريا؟ حبيب قلبي لا ما بفتكر، لانه الزمن يا صاحبي بيقلنا اللي عم ياخذوه يستفردوا فيه ما بيعود يرجع الا قليل. وبعدين الزمن صاير يا صديقي، هالكون ما في مره مضت حروب واشياء الا ما خربت الدنيا فيه، من عهد هولاكو لعهد اسكندر ذو القرنين للفينيقيين، لا يا ربي للرومان للعثمانيين للامويين شو اسمه البلاد يا صديقي الدنيا مثل ما بيقولوا مثل المي، اذا ما غليتها غليتها وتركتها بدها ترجع تبرد لانه بده يرجع لاصله. صح. كل دوله باصلها. هلا كلهم قايمين على فلسطين، انا بدي فوت فيه. فلسطين يا صاحبي انه راحت، ما في شيء بيروح. كيف كانت هاي اصلا؟ تيجي تقول لي هاو في ناس بيقولوا هاي كانت لليهود، لا يا حبيبي ما لليهود. اليهود كانوا بمصر وكانوا الفراعنه وكان سيدنا يوسف
واضطهدوا من فرعونه، وراحوا عبروا بحر الأحمر وفي شق البحر ومرقوا وتاهوا 40 سنة بالصحراء اليهود. مين أنقذهم لليهود؟ اجوا الكنعانيين والفلسطينيين اللي كانوا جابوهم وقالوا لهم حاجتين، ما عم تعرفوا وين رايحين، عدوا معنا وعيشوا معنا. هالشعب يا خي في طريقة بيقعد معك بده يشيلك، ما بده يخليك، ما بده يعيش. ليش ما بدك تعيش مع غيرك؟ يا خي هاي شعوب كتير كلها عايشة مع بعضها. شوف ما في دولة ما فيها 20 ملة و20 علة، مش مثل بالهند 4000 دين وعلة شو وملة. عم بيصير اليوم بغزة؟ عم تشوف شو عم بيصير بغزة، عم تابع عم تشوف المجازر، في حدا بالكون، عم تشوف النسوان، في حدا بالكون ما عم يتابع، ما عم يشوف هالمجازر. شو رأيك؟ وهالاشياء. هيدي اكبر جريمة عصر بالتاريخ حصلت لحد الان، يلي الانسان لا بيحلل ولا بيحرم ولا شيء، وبيشوفهم يحرم. انا بعد ما شفت القصائب عم تنزل وهن عم يشيلوا. وين نحن يا اخي؟ كيف باي زمن، باي عصر، باي دين لحدا عم يحكي ولا حدا عم يلقش ولا شيء؟ بس يا صديقي انا ما تزعل مني، عندي عتب على حماس. انتوا يا اصدقائي عملتوا ملاجئ ومنيح، عملتوا شو بيسموا انفاق، ما عملتوا ملجأ واحد للمعترين. العالم تروح تتخبى عم تفرفر مثل الديوك من هون لهون لهون، ما عم يعرفوا وين بدهم يروحوا. قبل ما تعمل اعمل تونيل يا خي، واعمل جنبه شو اسمه ملجأ. شوفوا باسرائيل شو عاملين ملاجئ ذريه، وعاملين كل 12 شهر بيغيروا الاكل والشرب والمي والكذا، وما في حرب. الدولة لما بدك ما تقوم بقضايا شعبك منشان شو تعمل اعمال او شيء. هذا عتبي. بس انا شو بتقول اليوم للإسرائيلية، للعدو الصهيوني، شو بتقول له؟ بقول له للعدو الصهيوني هذا غلط كبير اللي عم تعمله، لانه هذا منه عمل انساني، هذا منه عمل اخلاقي. اذا من الزمن ال 60 70 سنه اللي انتم ما خليتوا لا شارده ولا وارده بالشعب الفلسطيني، ولحد هلا ما عم تتركوه، وبرضه بدكم استزيد لك شو بدكم؟ ولا خيي بتقدروا دولتين بيعيشوا. اذا ما بدكم دولة تعملوا دولة واحدة مثل هالدول العالم، بتعيشوا مرتاحين وبتخلصوا الدنيا منكم ومن العالم العربي، والدنيا شغلين الكرة الأرضية. والعنكة من هيك كل الغرب بيأيدون ويشدوا. لو بالك شايف شو عم يعملوا. بس شعوب الغرب بطلت عم تأيدهم، شعوب الغرب شافت المجازر اللي عم تعملون، وكل يعني كل الشعوب بكل العالم واقفه مع حبيبي الفلسطينيه. وقت اللي بتلاقي صح، وقت اللي بتلاقي هالمجازر الفظيعه اللي لن يقبلها عقل بشري، بتلاقي اطفال ممدودين بعشرات بالمئات، هذا بلا قدر وبلا ايد وهذا. يا اخي معقول في انسان بالكون بيفكر هيك انه يعمل ببشر هيك؟ لا، شغله لا تطاق. وين هذا مجلس الامن بلوط؟ ما في غير بيحكي وما في مجلس امن، في مجلس امن، في حكي ما بيعمل شيء، ما بيطلعوا، ما بيسوي شيء، ما بعرف. حتى نحن ما في غير الشعوب العربيه اللي عم تحكي. ما بيصير هذا يا اخي، ما بيصير. حرام الشعب ليقولوا طريقه شو يطلعون يحطوهم بالنقب وبكذا، وبيعطونا اراضي لمصر مقابله تياخذوا غزه وهيدا وفيها خيرات بسينا، ويعطوا مصاري للرئيس المصري حتى يسكروا البناء. يلا اوعى اذا قبلوا بيكونوا اكبر ناس ما بيفهموا بالتاريخ. رفض الرئيس السيسي، رفض لازم يرفض. كل العرب يرفضوا. هيدي فلسطين عربيه وبدها تبقى عربيه، والمي هلا عم تغلي بدها ترجع تبرد، وبس تبرد ترجع لاصحابها. ما تاكلوا هم، ما تخافوا. فلسطين لأهلها وبدها ترجع لأهلها. خايف على حرب إقليمية تصير يشارك فيها لبنان وسوريا وأردن، فلسطين ويمن وعراق حبيبي بيتم في عقلاء، والعقلاء بيدرسوا بيعرفوا. هلا لما يا صديقي أنا قال له لما شو اسمه هذا اليهود عندهم مثل علي وعلى أعدائي يا رب، لما هرجل شد المعبد عليه وعلى كلهم. صح. هودي لما بيضيعوا كثير يا حبيبي، وعندهم أسلحة ما بتعمل علينا وعليكم، ونخلص من هالدنيا. بده يعملوا حساب كل الدول العربية والعالمية
كل دولة شو عندها حساب خفي، شو في مثل باكستان عندها ذرة، الهند عندها ذرة، لا ما بيحاربوا بعضهم، كل يوم بيقتلوا بعضهم بس ما بيعملوا حرب. لا، لأنه أول قنبلة والثانية ما بقى في حدا. صحيح. نحن عندنا قنابل ذرية بالعالم بيفنوا مثل الأرض 1000 أرض مثل هالأرض. كيف بنعمل؟ إذا بدهم يفنوا هالأرض يلا يبلشوا نخلص من هالشغلة، وإلا هذا السلاح هذا ما لا يجوز استعماله أبدا. بتقول بلبنان في حرب، رح تصير حرب بلبنان؟ يا خيي بلبنان ظروفه صعبة كتير لبنان. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وعد اللبنانيين انه بهالاسابيع المقبله بده يبيد بيروت. انا بيد رقبته جاء اللي خلقه واللي اعطاه المعلومه. لا بده يبيد، لشو الدنيا فالته هيك بس بدي بيدك وبتبيدني وبدي شو هالحكي هذا؟ الناس بيفكروا بعقولهم، هن ما بيفكروا بعقولهم، بيفكروا اوقات هيك بعنجهيتهم وبخافوا. يا اخي نحن عندنا الاسلام اللي بيموت الله بالاخر بده يحاسبه، بيموت شهيد، اذا عمل منيح يمكن يفوت على الجنه، يمكن يشوف حور العين، ممكن. اليهود اللي بيموت ما في اخره، بيموت وخلص، ولذلك هذا يخاف من الموت، ما بيحب يموت. نحن عندنا لك بيروح على الموت، لك لا ما فهمت. لك يا اخي انت شاب، لا بدي موت، انا بدي فوت يا اخي، بدي يكون شهيد. بدي حدا بيحب الموت والشهاده، مثل واحد بدك تحارب واحد بيخاف ما ينجرح اصبعه، ما بتصير. حماس بالنسبه لك انتصروا على اسرائيل او عملوا هزيمه كبرى بمجرد ما كان هيدا انطلقت هيدي الحرب اذا بدك ب7 شهر؟ شوف حبيبي، اذا بدك تاخذها هيك حكي، ما في نسبه بين اسرائيل وبين المساكين حماس. بس اذا بدك تاخذها للمعنويات، اخذوا حماس معنويات بالعالم. ما بقى تسترجي دوله تستخف بمجموعات او بميليشيات لدوله او لكذا لو شيء، انه وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بالالاف. هالجماعه عم يقاتلوا عن قوه، اللي رايح بيه، اللي رايح خيه، اللي رايح عمه، ارضه عرضه. هذا عم يدافع عن شيء يلي جاي من روسيا ومن اليابان، حملوا ضربة ريال وراحوا. صحيح. شو بدهم الشغله؟ سليم، اولادك عندك شابين، واحد بقطر وواحد بمصر، بنتك موجوده معك أيوة. هون بلبنان. ليه ما رحت؟ ليه ما يعني في ظروف عم بتصير؟ انا من هالوطن ما بروح ابدا. انا بالاحداث بال75 وانا ظهرت من التلفزيون بيقولوا انا وقفت وقت التلفزيون، بالعكس عملت سوا بدنا نعيش، خلصنا بقى، عملت برامج كلها عن الوحده والوطنيه ونبقى وارضنا وما فيك وعرضك وابنك وخالك وجارك. يجوا علينا الميليشيا، اذا نحن جيراننا مثلا مسيحيه قاعدين نجي عند بعضنا نتخبى، تجي الميليشيا مين في اسلام ها نعرفهم، لا كلنا مسيحيه نحن خيي، يروحوا يجوا غيره مين في اسلام، كلنا اسلام خيي. يعني صرنا نحتال على المحتالين اللي عم يحتالوا على هالبلد. يعني بقصد الشعب اللبناني، شوف لما صارت الاحداث اول يوم ثاني يوم يعني صاروا يبوسوا بعض ولا كانه صاير شيء. شو قصة امبارح انتوا عم تشوفوا؟ يا اخي ما بعرف شو مين اللي بيحرك الدينامو هذا، اللي الطائفي او المذهبي او شو اسمه هالبلد، ما بعرف. ابو سليم، ما بتقول انه اولادك عم يسالوا عنك، عم بيجوا لعندك، عم بيشوفوك او لا؟ لا اولادي طبعا، انا عندي ابن مجوز بروسيا، بتعرف روسيا وضعت صعب، وعندي من مده 3 سنين راح على استراليا. ايه صديقك؟ أيوة. سألت عني يا ابو سليم. سألت عني. ايوه والله كنت قاعد مشغول عم بعمل ريسيرش عنك، عم فتش عليك للاقي لك شي خبريه واجهك فيها. كثير ادمي انت يا ابو سليم. الله يحفظك. مش عم لاقي عليك شيء. كثير ادم مش عم بلاقي عليك شيء. قال لا حبيبي. بدي ابعث لك كادو صغيره هيك نلعب لعبه انا وياك، بس أيوة. اذا ما بتكون جريء رح ازعل. بدي اياك تكون جريء وتحط علامات. تفضلوا فوتوا له هديه. تفضلوا فوتوا لنا الهديه لو سمحتوا. شو؟
بعت لك لعبه بده يلعب هو وياك. ايوه باليتات، تفضل. شو؟ هيدول علامات من 1 ل10. واحد، ايوه. بدي احط لك صور تحط لهم، بده اياك تكون جريء. بسأل فيك تكون جريء؟ شو جريء؟ يعني تعطي رأيك المضبوط. الصورة الأولى أبو سليم، النجم باسم مغنية، قد ايه بتحط له من 1 ل10 عن أدائه؟ 7 على 10. حلو. الصورة الثانية يوسف الخال. يوسف الخال شفته ببعض الأعمال منيح، بس ما عندي صورة الفنان في شغلات كتير بده يعملها لتحكم عليه. بعطيه أنا بعطيه وين بعطيه 5. اوكي. الممثلة نادين جيم. نديم حبيبة قلبي هذه. نادين قد ايه بدك تعطيها؟ بدي أعطيها 6. 6. بيعطيها 6 على 10. بعد صورة تيم حسن. مين؟ تيم حسن الممثل السوري، اللعب بالهيبة. الهيبة ما بتعرفه؟ ما بعرف عنه شيء. اوكي، غير صورة، ما بنحكم. ماجي بوغصن. ماجي بوغصن حبيبة قلبي هيدي الماجي جبتها معي بكذا وقت، اشتغلت معي وعطت، قلت لها بده يصير لك يوم من الايام نجاحي. يمكن شهادتي مجروحه فيها، بس انا بدي اعطيها 9 على 10. 9 على 10 لماجي. حلو. ماجي. صورة بعد ستيفاني صليبة. ايه ستيفاني صليبة. يعني بدي اعطيها علامه؟ ما بقى عندي علامات عاليه بدي. فيك تعيد. قداها؟ هي 4. ما بقى في اعلى. 1 عرفتها 2 ستيفاني؟ 2. بس عرفتها ستيفاني؟ فيني؟ ايه ستيفاني عرفتها؟ لا والله ما عرفتها. بدك تعطيها علامة؟ بدي اعطيها هيك علامه. لأنه حلوة. يابا اوليك اللي حطيتهم فيني عيد مثلهم. فيك تعيد مثلهم. ايه لا اعطيها 9. لا مش 9. 6 منيح. لا 7. وين 7؟ يا 7 اول واحد تحت، اخر واحد 7. هيديك تحت اخر وحده. 7. هيدي 7. حبيبة قلبي ما تواخذيني انا. حبيبة قلبي ما بيعرفها. ما شايفك منيح والله، عم شوف الصور بس ما شايفه. هلا صحيح حطيت عوانات بس انا ماني شايف وشك منيح. راح احترقوا عيوننا بالكتابة على الورق الابيض. سلامة قلبك. 80 سنة ما استفدت بحظ. يلا صورة معتصم النهار. شو؟ معتصم النهار. معتصم النهار؟ ايه شو بيعمل؟ ممثل سوري. ممثل سوري والله. ما تاخذني يا اخ معتصم، والله من شح نظري ما عدت عم شوف برامج ومنعني الحكي عن التليفون والهذا، بس والله لانك من معتصم. بلد الوالده بدي اعطيك 1. 6. 6. اوكي. صورة طوني عيسى. هذا حبيب قلبي، هذا صديقي، هذا بدي اعطيه. طوني بحبك. وانا بحبه بدي اعطيه. وين 8؟ انا بعطيك اياها حتى ما تضل. ايوه هيدي هي 8 يا طوني. 8 يا طوني. باقي 2 لتصير فوق باللوج حبيبي. اخر صورة الممثل اللبنانية باميلا الكيك. مين؟ باميلا الكيك. ما عرفتها باميلا؟ ما شايف وشها. باميلا الكيك. ما شايف. كاميرا. اسمع سامع فيه. كاميرا. يلا 6 لباميلا. يلا طيب كاميرا. الله يوفقك ويسعدك حبيبة قلبي. مكسر الدنيا هلا باميلا. بدي اختم هيدي الفقرة بمع او ضد. 4 مواضيع رح اطرحهم عليك. بدك تقول لي اذا انت مع او ضد. ايوه اوكي؟ يلا الموضوع الاول، ابو سليم انت مع او ضد تقسيم لبنان ل4 دول، مسيحيين سنة شيعة دروز؟ ابدا. ضد يا لطيف. وطن بيعيش بكل ابنائه وبكل محبينه، بس يبعث له الله ناس يغاروا على الوطن وعلى الارض. تزبط كلنا نعيش تحت سما وحده؟ يا اخي بلاد العالم كيف عايشه؟ في بلد بفرنسا، في يا اخي
البلاد أثبت التاريخ، البلاد اللي عاشت على الطائفية ما دامت ولا بقيت ولا مشيت ولا شيء. حتى بالآخر الفاتيكان شالوه وقعدوها وقالوا له ما تتحرك. كانت فرنسا تخرب، كانت بريطانيا لآخر مرة لهلا بروتستانت وكاثوليك ومشاكل. البلاد اللي بيحكمها الدين ما بتزبط، ما في. لا. ثاني سؤال، هل أنت مع أو ضد الزواج المختلط دينيا؟ يعني مسيحي مسلم، مسلم درزي، مسيحي درزي. أنا لا، مع المختلط. مع المختلط ما في مشكلة. أيوة. يعني إذا اليوم ولادك قرروا يتجوزوا غير دين ما عندك مشكلة. لك يا أخي هي حياة، ليش بدنا نقعد نسكر طرق عليهم بأشياء إنه هيك الدين بيقول والدين على الراس والعين، بس الحياة هيدي مهمة. صح. ثالث موضوع، هل أنت مع أو ضد المثلية الجنسية؟ شو؟ مثلية جنسية. ولي على هالعلقة؟ لا أعوذ بالله. مش معهم؟ لك معقول؟ طيب يا أخي إذا مثل ما عم يقولوا هلا بدها تعم بالعالم، يعني بعد 50 سنة ما بقت في أولاد، ما بقوا يجيبوا الأولاد ولا شو تخرب الدنيا، هيك بدنا نعمل؟ لا بس هلا كثير انه عم بيطالبوا بحقوقهم وعم بيعملوا مظاهرات ولازم انه لازم تصير الدنيا كلها مثلية. لا ما حدا فارض على حدا شيء يعني، بس انه لازم نحترمهم شوف حبيبي آرائهم. ما حدا فارض على شيء، بس لما انولد بيشوف ابوه وامه وبيشوف جاره وبيشوف جارته ما بده بيجرب، وبس يجرب علق وبس يعلق بيجي مثل المشروب. ما في شيء بالدنيا انت بتقول عنه هذا انا ما بدي اعمله بعمله. بيعملوا باللا شعور، بيجوا بالمدارس كيف بيعطون حبة الادويه، بيجي بيقول له وجعك راسك خذها، بياخذها. ارتحت؟ شفت هذا بيريحك. مرة تانية بتجيب 10 ليرات تاخذ حبة، بجيب تاني مرة 10 علق وراح جاب غيره. ما في اسلوب للعادات السيئة بهالكون، دراسات له بتنعمل وبتنجح، معظمها بينجح 100%. اخر موضوع، هل انت مع او ضد تعدد الزوجات؟ انا شو انا ايه مع، لانه يا صديقي بالكون انا على معلوماتي ما في رجل ما عنده يا صاحبي يا صاحبتي. بقى اذا كانوا بيعملوا واحده ثانيه بالحلال وبالمعروف والنساء. يا خيي بدي اسالك، انا بالكون ما في دوله بالعالم، عندي يا الكتاب دوله فيها 9% زيادة النساء، بلبنان 8، بسوريا كذا، بمصر كذا 20. كم مرة تجوزت؟ بيجوا هذا بيخلي بخفف الاشياء اللي بتصير بلا اخلاق، اللي بتصير كذا، بتصير قانونا وبتصير اشياء يعني. كم مرة تجوزت؟ كم مرة تجوزت؟ كم مرة تجوزت؟ انا مرة. وليه كنت مصاحب؟ انا ما كنت ملتهي الا بالكتابة. صاحبت هيك 2 3؟ لا والله ما صارت. بس انا ما بعد البريك 15 سؤال سريعين انا وياك. يلا بي سي اي متابعين حلقة اليوم من المجهول مع الممثل القدير ابو سليم. ابو سليم الطبل كان طبعا صح؟ ليه الطبل؟ هيدي له قصة. هيدي مرة كان اللي بده يطلع تذكرة بده ياخذ 2 معه على المخفر يشهدوا انه هذا اسمه فلان الفلاني. مين بدي ياخذ؟ اسعد وفهمان. يا اسعد انا شو اسمي؟ قال لي ابو سليم. ابو سليم شو؟ قال لي ابو سليم. قلت له ما بضيع. هذا شو؟ قال لي طبل. قلت له فاذا غلطت بعمل لك هيك طبل. اوكي رحنا على المخفر. اجى فهمان. شو اسمك؟ قال له فهمان. قال له انت فهمان؟ قال له اهلا. قال له وينك؟ عم ندور عليك، صرنا شهرين عليك، ضبط 75 ليره، يا بتدفعه يا كل يا 5 ليرات يا محبس. قال لي ابو سليم خربت بيتي جاي شد معك. قلت له يا خيي بندفعه ادفعنا. تعال انت. قال له سيدنا انا ماني عامل شيء. هذا بينسى اسعد، افتكر جاي يعملوا له شيء. قال له بتعرفوا؟ قال له بحياتي ما شافوا. لك شو بك يا اسعد؟ ما جاي شو اسمه نشا بدنا نطلع باسبور. قال له هذا بده يطلع باسبور بدك تشهد بتعرفه؟ قال له سيدنا هذا ابو سليم. قال لي ابو سليم شو؟ ابو سليم وانا ورا الدركه. قال له سيدنا هذا ابو سليم الدربكه.
قال لي هذا ما بيعرفك، الله لا يوفقك يا عصام، ولا شو جابك على الدربكه؟ والطبال ومشي دربكة دربكه. قال هيك دربكه، لك هيك شو؟ شو هيديك. طيب ابو سليم رح اطرح عليك اسئله، كل 5 اسئله بعنوان واحد. أيوة. اوكي؟ ايه. اول 5 اسئله رح يكونوا بعنوان صارت او ما صارت. ايوه اوكي؟ ايوه. ابو سليم، شي مره مثلت مجانا بدون مقابل؟ ايه صارت؟ ايه. صارت. امتين؟ بالتلفزيون بالحرب مثلنا عدة برامج ما اخذنا مصاري، ما معهم مصاري. سؤال ثاني، يعطينا. صارت او ما صارت تعرضت للسرقه او للنصب بحياتك؟ ايه صارت. ايه. مين؟ مرة أنا وبالبيت تجيني وحدة ست لابسة عاملة حالها خليجية ومعها بنت صغيرة، قالت لي يا أخوي أنا من الخليج وجوزي يبعث لي فلوس ما بعث لي وكذا، وعندي مصاري بدي هذا، وأنا مجرد بكرة ما يجوا المصريات أنطيك إياهم. طلعت فيها أنا كسيمة وكذا هيئتها هيك، والله أعطيناها بوقتها 200 ليرة، أخذتهم راحت. قال بعد يومين بتجي، بعد بكره ما بتجي، في المخفر جنبنا. رحت للمخفر قلت له وحده اجت هيك هيك هيك، قال بتعرفها؟ قلت له هي حاطه منديل بس انا كس ما بعرفها، لاني انا كممثل يعني بميز كثير. جاب لي دفتر وصار يبحبش هيك بحبش، فقلت له والله بتشبه هي. هز براسه قال لي هيدي صاب شو اسمه مخيم شتيله كانوا عاملين هونيك. قال بيجي هيدا كذا، راح لهونيك كماشة جابه، قال لا انت لا قلت له ما انا يا خي وما انا ما. طلعت بس شفتها قلت لهم بلا هيدي. قال لي كيف عرفتها من وراء المنديل؟ قلت له المنديل كبس لوشها مدور هيك، وهلا هي ذاتها انا ما شفتها كذا. حصل والله اعترفت فيهم وجاب ردت 200. دفعت. يا لطيف. سؤال، صارت او ما صارت رفضت تمثل مع ممثل او ممثله؟ يعني رفضت قلت اذا في هيدا الاسم معي بالمسلسل انا ما بمثل؟ لا ما ولا مره؟ ما صارت. ما عندك مشكله مع ولا حدا؟ ما صارت. لا. ما صارت. رابع سؤال، صارت او ما صارت ضربت زميل او صار بيناتكم مشكل بموقع التصوير؟ لا برات التصوير صار. مين؟ محمد علي القرع كان يمثل معنا. مرة ما كتبت له دور أنا، بيمثل هو شوية هيك نوع من شو اسمه. اجى قال لي لا ما كتبت لي دار. قلت له ليش؟ كل جمعة بدي اكتبها، ما عندي 10 شو بدي اعمل لها؟ قال لا انت غيران مني. قلت له والله غيران؟ ايه والله غيران منك، شو بيطلع منك؟ قال لا هيدي بتكلفك كثير، بتكلف ما بتكلف علينا. وصار مشكل طويل عريض وكذا، ومن يومتها مات. ضربتوا او لا؟ ما لحقنا بعضنا نضرب. سؤال اخير، صارت او ما صارت اخطأت بحق زميل واعتذرت منه؟ اعتذرت؟ ايه اعتذرت من شي زميل اخطأت بحقه انت؟ والله ما بذكر اني. طيب 5 اسئله تانيين بدي رايك فيهم. ابو سليم، برايك مين هو اهم ممثل اليوم وبزمنك؟ وين؟ بلبنان. بلبنان؟ ايه مين اهم ممثل اليوم وبزمنك؟ اهم ممثل اسم اليوم ما بيستمر الاسم بزمني 50 سنة يكون اليوم كمان. لا واحد اسم بزمنك واسم اليوم. بزمني كان سمير شمس. سمير شمس. واليوم شو اسمه اللي بيهمني امره اللي حكيت عنه طوني عيسى. ايه طوني عيسى. كويس. سؤال، برأيك مين أهم ممثلة اليوم وبزمنك؟ مين كانت أهم ممثلة على وقتكم؟ ممثلة؟ كانوا كتار. مين أهم وحدة كانت؟ يعني بدي أحكي لك، كانت شو اسمها؟ أسمائهم ما كثير نسيهم. هند عبد اللمع، فريال كريم. هند ممتازة كانت، وفريال ممتازة، وليلى كرم ممتازة، ونادية حمدي ممتازة. كان عندنا عباقرة التمثيل. هلا مساكين ما. اليوم مين أهم ممثلة؟ يعني هلا اليوم تقريبا شو اسمها
بس ما عم تمثل. ما المشكله انه ما عم يمثلوا اللي مين؟ بيجوا كمان هلا. مين؟ شو اسمها؟ ورد الخال. ورد الخال. انا معجب فيها وبتمثيلها. ثالث سؤال، مين هو اهم كوميدي اليوم؟ شوف، الكوميديين بلبنان كتار، وكل واحد له خط بالكوميديا تبعه. يعني اللي بيشتغل وما يعني مين بيضحكك؟ واللي انا خباز بيضحك. جورج خباز. حلو. رابع سؤال، اهم محطة تلفزيونية اليوم؟ والله يا اخي انا بتعجبني LBC، معجب فيها من وقت اللي ابتدأت وبتعجبني. ما بعرف يمكن غيري بتعجبه غيره، ما بعرف. انا بتعجبني LBC. خامس سؤال، برأيك مين هي اقوى واجرأ نشرة اخبار؟ أجرأ نشرة؟ وقحة ولا جريئة ولا شو؟ وقحة. بتعطي الأخبار الجديد. جديد. طيب 5 أسئلة ثانيين بكلمة بدي جواب. السؤال الأول، صباح، وصف لي إياها بكلمة. صباح النور، صباح لبنان، صباح الخير. حلو. ثاني اسم، ماجد الرومي بكلمة. لبنان. ثالث اسم، جوليا بطرس. عاطلة متى وطنية المخلوقة، وأغانيها الوطنية حلوة. حلو. رابع اسم، الشهيد رفيق الحريري. الله يرحمه، كان قدوة وكان شغلة لو بقي ينفذ مشاريعه اللي كان عملها للبنان. خامس اسم، الرئيس السابق ميشيل عون. ميشيل عون حبيب قلبي. أنا في ذكريات أنا وياه له شخصيا، بعتبره إنسان نبيل كويس كتير، بس اللي حاولوا كانوا ما تعاونوا معه وما عطوه اللي كان يتمناه هو. آخر 5 أسئلة بكلمة كمان، بدي رأيك بنانسي عجرم. هاي نانسي عجرم اجت لعنا مرة شي 20 سنة، جايبة أبوها ولد صغيرة على النقابة. قال يابا هيدي بتغني، بدنا ندخلها بالنقابة. قلنا له ما فينا ندخلها قبل ما يصير عمرها 18 سنة. قال لأنه بدها تغني، بتسافر، بدهم تكون نقابية. قلنا له إن شاء الله الأيام قريبة وبتصير. وراحت الأيام، فجأة لقيتها نجمة كبيرة ساطعة، بتمنى لها التوفيق. شكلها وبنتي، أنا بنتي آشا بيفتكروها نانسي عجرم. والله؟ بيقولوا لها إيه؟ بيعجبك ستيل أغانيها لنانسي؟ إيه بيعجبك؟ إيه بيعجبوني هيك. يا أخي الغناء ما ضروري يكون كله طرب، يكون كله مواويل، ويكون كله شو اسمه، يكون بس هيك يفرفح القلب. الغناء فرح للقلب، مش للصريخ والعياط. ثاني اسم، نوال الزغبي. والله أنا بشوفها مهضومة منيحة، بس أنا ما كتير يعني سامعها، بس كتير منيحة وحلوة على المسرح، يعني بتعطي جو حلو. فني. ثالث اسم، إليسا. يا حبيبة قلبي إليسا. هيدي أول ما طلعت كنا مسمينها مطربة الشراشف، تطلع لف في حالها بالشراشف تطلع. شو هيدي ممكن يطلع منها شيء بالمستقبل؟ سبحان الله. قال له من جد وجد، ومن استمر بينجح فيه. ونجحت والله يوفقها. وانا كثير صرت معجب فيها. هلا بلا تلفلفي بالشالات الذهبي 100%. رابع اسم، نجوى كرم. نجوى كرم هيدي كمان حبيبة قلبنا. هيديك مرة كنا عاملين حفلة بحلبك هيديك، اجت هيك بنت صغيرة مع ابوها مع كذا. قال بدنا بركي بتغني هاي كذا. هذا بتغني هيدي؟ قال ايه. قلنا له طيب اطلعي يا مان. يا عم قلت لك، قال لي مثل ام عبريت بام وفتحته. وي يا هبة الصلاة وهبة هيدي هلا هيك. بكره بستقبل شو حتعمل لك؟ قلت له حافظ عليها ودير بالك عليه، ابوها اخوها والله ما بعرف مين. ومثل ما تنبأنا لها صار. الله يحميها ويقويها. وشمس الشموس مسمينها شمس الأغنية. الله يوفقها. آخر اسم، هيفا وهبة. يا حبيبة قلبي هيفا.
هيفا هودي اسطوره، هيدي ما لها علاقه بالفن ولا لها علاقه بالاشياء، هيدي ظاهره. صح. ظاهره تعتبرها مثل في فنانين بيطلعوا ظواهر، على مثل حسن علاء الدين شوشو، فنان كوميدي، هذا ظاهر أنا طبيعي. هيفا واحد يعني واحد بيكون بيوقف حدك بيقعد بعلبة هالقد بيطعوش حاله بجسمه وبيعمل حركاته، كان شغله ظاهره ما شيء. لانه وقت اللي اجى بده يمثل على الشاشه الكبيره ويعطي هذا غير المسرح، لانه تمثيل المسرح يختلف عن السينما طبعا. وعن التلفزيون وعن الاذاعه وكل ليش شيء. ليش قلت عن هيفا ظاهره لان شكلا ما راح المطربه ما لها مطربه، صوت ما عندها صوت ولا عندها شو اسمه، كيف بتغني وبينبسطوا حضور واداء وشكل كاريزما وطلتها وروحها المرحه تحكي مع ما عندها الشوفانيه، ما عندها الانسانه متواضعه بسيطه. هذا الانسان هذا سر النجاح. ما ضروري الانسان يكون لما بيمثل هو أبو سليم. مين بتفضل، جمال هيفا او جمال مايا دياب؟ لا في نسبه يعني ايها احلى؟ لا انا بفضل هذا. شوف انا بفضل جمال شو اسمه هلا لانه انا بعدني مثل ما قلت لك بحب الاجسام اللي منا كثير، منا رفيعه هيك مثل ما بيقولوا كردونات. جمال هيفا او جمال نانسي؟ هيفا او نانسي؟ نانسي عجرم او هيفا بالشكل عم بحكي؟ لا شوف، في لما بتطلع بالشكل ما في نسبه. ما الشكل ما بدك تاخذ شو يمكن عينها احلى من عينها، لا بس تطلع بهيفا وتطلع بهاي ما في نسبه. مين هيفا؟ معلوم. هيفا او نجوى؟ نجوى كرم؟ لا هيفا لا أو ما في تناسب. اذا واحد بتحطه بتقول له هاي ولا هاي، يمكن هاي بيحب القصيره الصغيره هذيك، بده يحب السمره الطويله هيك، صعب التمييز. يعني انا بحب شيء يمكن انا بحب موديل نجوى، يمكن انت يمكن بتحب موديل شو اسمه استاذ بالكون. في هيله حول انسان بس تشوفه هيله اللي عندك وتروح لعنده وترجع لك، يا هو اللي انت بهيلته فيك يا بلا. يعني انت هيلة هيفا الوحيد اللي يعني انا شايفه هاي الوحيد اللي عملت ظاهره. يمكن ماني شايفه انا شخصيا، ما شايفها بحياتي مثلك، بس الهيله اللي عم يعملوها حوله بتميزها انها تكون، لانه هالناس ما كل هالقد غشم يجوا يعملوا حفلتها بكذا هذا واكبر مبلغ بتاخذ وهو عشو. فاذا عندها هيله فنيه بيستاهل واحد. صح. ابو سليم شكر كثير كبير لك. انا رح اتركك مع المجهول بمواجهه خاصه بينك وبينه. ايوه انا بتشكرك وبكبر دايما بحضورك معي وبوجودك معي وبنبسط انه انا عم بحاول. انا بس قالوا لي قلت لهم يلا جيبوا سياره شحنوني. انت بتنورنا ساعه البدلك، وهيدا البرنامج برنامجك والمؤسسه مؤسستك. طول عمرك. ثانك يو حبيبي. بريك. بعد البريك ابو سليم بمواجهه مع المجهول. يا هلا بأبو سليم. يا هلا، نور LBCI. شكرا حبيبنا، والله حلو الحديث تبعك، عم بسمعك ومبسوط. هلا عندي 5 أسئلة، بدي اياك تكون جريء وصريح وواضح. جاهز؟ جاهز. يلا نحكي. أول سؤال، اسم ممثلة كانت تعجبك وتلفت لك نظرك وتقول يا ريت لو بقدر اتزوجها، مين؟ عم بحكي ممثلة بجيلك من زمان انت وشاب. ما فكرت بالزواج بحياتي انا بأي مخلوق على وجه الارض الا بسنة 69 لحظيت بهالبنت اللي هلا صار لي متزوجها 53 سنة. قبل زوجتك؟ ما طرف قبل زوجتي سن المراهقة بطرابلس كنا. ما في قصة حب؟
يعني ما في وسط هيك حب الشغل؟ حب مراهقة هيك. بالوسط الفني ما في؟ ايه بالوسط الفني ما في؟ لا ما في بالوسط الفني لا. سؤال تاني، ممثل كنت تغار منه ويغار منك ببداياتكم، مين هو وليه؟ ابراهيم مرعشلي. مين؟ ابراهيم مرعشلي. يغار مني وغار منه؟ اه بالعكس، ما بحياتي غرت من حدا، لانه انا الطريق اللي انا ماشي عليه ما بتشبه حدا على وجه بس البسيطة. بضل في منافسة، بضل بيغاروا من بعض الزملاء، بضل المسلسلات بجوز بعض الزملاء، بس انا هي ما كانت واردة عندي، ولا لا نشكر الله عندي هالصفات هيدي، الغيرة والحسد. انت ما كنت تغار، هن ما كانوا يغاروا منك؟ ما بعرف انا، ما بتعرف؟ ما بعرف. مسالم اليوم، مسالم عم تخبي. السؤال الثالث، ممثل او ممثلة كنت تنطر اعمالهم لتشوف، لتستمتع، لتنبسط، لتعمل حسابات، مين؟ فريال كريم. فريال كريم. وشو اسمها ليلى كرام. وشو اسمها زوجة المخرج أنطوان ريمي اللي ما متذكر اسمها. عدة فنانات كانوا بذاك العصر ممتازين، والإنسان يتمتع بالمشاهدة. نعم. سؤال رابع، بين السنة ما في نجوم قليل كتير، يعني انت وكم حدا حواليك، ووليد توفيق يمكن لليوم، ليه برأيك البيئة السنية ما بتنتج نجوم؟ ما بتنتجش، ما بعرف. التاريخ مثبت هيك. التاريخ بس اغلب النجوم شيعة ومسيحية. هذا هواية. شوف نحن عنا بالإسلام يا حبيبي التمثيل والتشخيص والرسم والتماثيل هؤلاء مكروهين، ما محبوبين. عرفت شو؟ فولذلك يعني ما حدا بيلاقي انه عائليا وفكريا وكذا انه هذا نوع من الفن. حتى الغنى، حتى كانوا ايام العثمانيين اللي بيغني واللي بيمثل ما يقبلوا شهادته بالمحكمة. شو بده ليعمل ممثل ويعمل ممثل لحتى يكون منبوذ من المجتمع؟ كان بالماضي يا صديقي الممثل شغلة نكرة، شغلة ما حلوة. صح. شرفتنا بالمجهول صلاح تيزاني، تصبحوا على ألف خير.